اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. احلى وصفه كحك ممكن تعمليها. كحكيه تطلع معاكي دايبه دوب، محتفظه بالنقشه بتاعتها، مستويه التسويه الصح، احلى بكتير من كحك المحلات. كل اللي هيدوق الكحك عندك هينبهر بيه ويقولك الطريقه ازاي. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الكحكيه الصح دي معايا معموله 550 جرام من السمنه. عشان الكحك يطلع معاكي طعمه حلو لازم تستخدمي سمنه تكون طعمها حلو. باخد نص السمنه اقدحها. في ناس بتحب الكحك على السخن وفي ناس بتحب الكحك على البارد. لا، انا هستعمل الطريقتين، هستخدمهم في طريقه واحده بس. لو انت بتحبيه على السخن هتقدحي السمنه كلها، لو انت بتحبيه على البارد مش هتقدحي السمنه. بس الطريقه دي جربيها، يطلع معاكي الكحك طعمه زي طعم الكحك بتاع المحلات واحلى كمان. بعد ما قدحت نص كمية السمنة بحط السمسم ويكون سمسم نوعه حلو، وبعد كده بنزل ببقية السمنة. هي السمنة بتدوب من سخونية السمنة اللي انا قدحتها. جبت البولة وحطيت الدقيق، حطيت البيكنج باودر، حطيت ذرة ملح، وبعد كده نزلت بالسمنة اللي انا قدحتها والسمنة الباردة. مرحلة العجن او البس، لازم نبس العجينة كويس جدا قبل ما نحط لها اي سوائل عشان الكحكية تطلع معاكي ناعمة. حضرت الخميره، تلت كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين من السكر، وهكتب لك كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. بختبرها لمده دقيقتين، ولما اتاكد ان الخميره شغاله بنزل بالخميره على الدقيق. مجرد ما نزلت بالميه على الدقيق ما بنعجنش، احنا بس بنقلب لحد ما الدقيق يشرب السوائل اللي احنا حطيناها. العجن الكتير بيخلي الكحكايه تطلع معاكي ناشفه. بعد ما الدقيق شرب الميه باخد العجينه وبسخنها، اعجنها كويس جدا جدا. تشغلي كده العجينه لمده دقيقتين 3 وانتي بتعجني بيها. بعمل تيست للعجينه، بكورها على ايديا وبعمل خرم كده. طالما مفيش اي تشققات يبقى كده العجينه بتاعتك مظبوطه 100%. لو في تشققات يبقى العجينه كده محتاجه سمنه. بجيب الميزان وبوزن الكحكايه وزنها 30 جرام زي الكحك الجاهز بالظبط. ولو ما عندكيش ميزان يبقى بعينيكي كده تحاولي تخلي الكحك كله يبقى قد بعضه عشان لما تيجي تقدميه يبقى شكله حلو. بكوره وبحطه في الصينيه. الافضل ان انت تسويه في صينيه الومنيا، صينيه الالومنيا بتطلع الحاجه تسويتها حلو جدا. وبعد كده ببصمه بالبصمه، شايفين ولا كحكه شققت كده؟ يبقى انا ماشيه مظبوط والمقادير بتاعتي مظبوطه. بدخله الفرن على درجه حراره 180، بيقعد ربع ساعه. بتشوفيها استوت ولا لا من القاع. كده تمام، الكحكايه استوت معايا. لو انت بتحبي لونه اغمق من كده بتولعي له الشوايه. شايفين الكحكايه محتفظه بالرسمه بتاعتها، والكحكايه حجمها زي ما هي، لا زادت ولا اي حاجه. الكحكايه ناعمه وفي نفس الوقت فيها قطمه زي ما انت شايفه كده. تحفه. جربي الطريقه ديت وبعد كده مش هتغيري ابدا الطريقه دي، ومش هتشتريه تاني جاهز ابدا بعد ما تجربي الوصفه ديت. طبعا بنحط له السكر، بس بنحط السكر بعد ما يبرد تماما علشان ما يعجنش منك. ودي كانت طريقة الكحك. جربيه وان شاء الله هيعجبك. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شايفين الطبق القمر ده؟ ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.